هل عندك نوت لكن مش عارف تستغلها صح، أو بتبدأ تكتب فيها يومين وبعدها تسيبها؟ النهاردة هشارك معاك كيف تستخدم النوت بشكل فعال عشان تنظم أفكارك وتحقق أهدافك وتخليها جزء من حياتك اليومية. يلا نبدأ. أول حاجة لازم تختار النوت المناسبة لك. في نوتات صغيرة تقدر تاخدها معاك في أي مكان، وفي نوتات أكبر يعني تنفع للتخطيط والتفكير العميق. لو بتحب التنظيم الرقمي ممكن تستخدم تطبيقات زي نوشن أو أبل نوتس. عشان النوت تكون مفيدة لازم يكون عندك نظام واضح. يبقى أول حاجة هنكتبها نظام واضح. تمام. قسم للأفكار والملاحظات السريعة، قسم للمهام اليومية، قسم للأهداف طويلة المدى، قسم لمراجعة الأسبوع والشهر. حاول تستخدم الألوان أو الستيكرز للتميز بين الأنواع المختلفة من الملاحظات. هكتبهم لكم. قسم ثانية أهو، قسم للمهام اليومية، قسم لأهداف طويلة المدى. تمام. لأهداف طويلة المدى. قسم لمراجعة الأسبوع والشهر. ممكن كمان تكتب في النوت دي زي ايه، هقول لكم انا، زي الويكلي تاسكس. تمام. ممكن زي ايه كمان، زي التاسكس. زي ايه كمان، ممكن تكتب الصبح 3 مهام لليوم لو حاجة منتجة، الحاجات المنتجة يعني اهو، زي الويكلي تاسكس. تمام. اكتب 3 مهام الصبح. ثانية اهو، اكتب 3 مهام الصبح خلال اليوم. سجل أي فكرة أو معلومة مفيدة. يبقى تمام، سجل أي فكرة أو معلومة مفيدة. راجع يومك واكتب ملحوظاتك قبل النوم. واكتب ملحوظاتك. تمام. كمان ده هيخليك أكتر تنظيم وإنتاجية. دلوقتي عرفت كيف تستخدم النوت بطريقة فعالة. جرب وابدأ من النهاردة وهتلاحظ الفرق في حياتك. تمام. طيب بصوا، كأنكم بدأتوا فيديو تاني برضو عن ازاي تستخدم النوت صح.
كأنه نفس عنوان الفيديو. يعني بصوا انا قلت لكم الافكار دي، خليني بقى اقول لكم بافكار تانية. بصوا هنعمل زي كده، استنى نعمل كده، ادي عمل سطر كأنك بدأت فيديو تاني. تمام، يلا. كيف تستخدم النوت صح؟ اولا انا برشح زي لو نوتس زي ابل نوتس و نوشن. طبعا الفيديو ده احنا اصلا دي نفسها نوشن. تمام، هنقوم عاملين خط بس كده خلاص. يبقى احنا لو عايزين نستخدم من افضل الحاجات ابل نوتس او نوشن. تمام، بس ابل نوتس فور iOS. تمام، طبعا لو انت عايز تستخدم نوت تانية براحتك، انا بقولك اللي انا عجبني. تمام، يلا نكمل. النوت دي ممكن تكتب فيها زي طلبات، زي طلبات البيت، طلبات عايز تطلبها من حتة، طلبات اونلاين، عايز طلبات من اي حتة بقى براحتك. بس انا هسيبها طلبات يعني عشان ايه الحاجات اللي تعوزها يعني. هتقولي طيب قولي حاجة تانية، هقولك تمام. انت مثلا لقيت اسم قناة حلو، يعني بص لقيت اسم قناة حلو عايز تقوله لحد، عايز تفضل تخليه في فكرك، اكتبها زي القناة دي مثلا. تمام، زي اي قناة بقى. تمام، ممكن تكتب فيها لينك براوزر، مثلا رسالة في الشغل او كده، ممكن تكتبها في النوت وانت تاخدها كوبي وانت تبعتها في الشغل. تكتب حاجات كتير فيها، يعني مهامك، حاجتك اللي هتحتاجها. يعني والله ده انا النهاردة قلت ده انا النهاردة ايه، انا في ورق للشغل، فانا هعمل ايه، هقوم كاتب paper for work عشان لازم اخده معايا بكرة وما ينفعش انساه. ماشي، ممكن ايه تاني اقول لكم انا. والله ده انا كنت عايز اشتري مثلا انا بخطط لقناة ان انا افتحها. والله مثلا ده انا هسمي اسم القناة مثلا كان نيو شانل. انا بختار لكم اسم كده، لكن طبعا ده ما يكونش اسم القناة. وهعمل فيها مثلا والله ده انا هعمل فيها مثلا انتاجية وبودكاست زي القناة دي مثلا، زي كده. فاقوم كاتب عاملين كده، هنقوم كاتبين مثلا بودكاست and productivity. وممكن طبعا تكتبه بالعربي براحتك. تمام، يلا بينا نكمل. والله هكمل. ده انت عايز تعمل فيها ايه بقى؟ وهعمل كذا، وافكار الفيديوهات والقنوات اللي انت بتحبها ممكن تكتبها مثلا the love channel. ممكن تكتب مواعيد دروسك. والله ده انا عندي يوم السبت درس الساعة 3 العصر عربي مثلا.
ده مثلا يعني، او عندي مثلا درس ماس رياضة، او حتى عندي درس انجليزي، او اي درس بقى. تمام. الفكرة كلها ان انت تستخدمها صح، مش ان انت يبقى عندك نوت ومشترك فيها وتقول لاصحابك شوف ده انا عندي نوت جميلة جدا توريها لكل الناس. المهم ان انت تستخدمها بطريقة فعالة. انا دلوقتي هوريكم النوت الشخصية بتاعتي اهي زي كده. بس انا بصوا انا يعني هخش هنا عندنا دي ابل نوت، دي حاجة القناة، دي حاجة البيت. بس برضو نسيت اقول لكم باسوردات البيت، يعني باسورد الانترنت مثلا. ده باسورد الانترنت كان كذا كذا كذا، اكتبه. تمام. مثلا الحاجات اللي حافظها ذا لافيد شانل زي ما قلت لكم، الويكلي تاسكس. تمام. هنقولهم بسرعة تاني: حاجة القناة، طلبات البيت، الباسوردات. باسورد حد مثلا وانت لقيته ممكن تخليه معاك برضو، عشان لو هو نساه او الموبايل تعمل له فورمات يبقى انت معاك الحاجة. تمام. إيه ممكن برضو الحاجات اللي حافظها وكده يعني، والقنوات اللي انت بتحبها، والويكلي تاسكس. بس دلوقتي عرفت ازاي تستخدم النوت بطريقة فعالة. جرب وابدأ النهاردة وهتلاحظ فرق في حياتك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وابعت لكل اصحابك واهلك عشان يجيلنا مشاهدات ونكسب ونعمل لكم فيديوهات احسن من كده بكتير. واستنوني الفيديو الجاي قريب. مع السلامة.